بعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، ومن الرباط الأستاذ عبد الهادي مزراري الصحفي والباحث السياسي، وينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الأستاذ منصف أسليمي الكاتب الصحفي. أبدأ معك دكتور توفيق. 30 عاما مضت على إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، ماذا كان سيتحقق للبلدين خلال هذه المدة لو لم يحدث ذلك العمل الإرهابي في مراكش، وما تلاه من موقف مغربي ورد فعل جزائري؟ تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولضيفيك الكريمين. أعتقد بأن ما يحدث من العلاقة بين الجارين الجزائر والمغرب أكيد أنه سوف، لو لم تكن تلك الحادثة وحوادث أخرى قبلها لكانت الدولتان وصلتا إلى مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي والاندماج بين اقتصادية البلدين، وكان يمكن أن الحديث عن، لا كنا اليوم نتحدث عن بوادر لوحدة بين الدولتين وبين أقطار المغرب العربي. أكيد أن كل ما حدث منذ ذلك التاريخ وقبله، نظرا لعدم وجود جدية في تقديري لدى قيادة الدولتين في معالجة المشكلات، بل أكثر من ذلك الاستثمار فيها من أجل محاولة خلق شرعية داخلية والبحث دائما عن مشاجب لتعليق وتبرير السياسات الداخلية المنتهجة في هذه الدول. أعتقد بأن ما نعيشه في المنطقة المغاربية هو تفويت العديد الفرص التاريخية التي يمكن أن تعود على الشعبين وعلى الشعوب المغاربية بصفة عامة بالكثير من الإيجابيات على المستوى المعيشي وعلى المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الإنساني. لكن يبدو أننا نتجه أكثر من ذلك، أن ما نعيشه اليوم هو أسوأ بكثير من كل المراحل السابقة التي عرفتها العلاقة بين الدولتين الجارتين الجزائر والمغرب، بل نحن نتجه أكثر إلى تصعيد ربما لا يحمد عقباه وقد ينذر بحرب وشيكة إلى أن لم يتم تفعيل أو عقلنة سلوك الدولتين والاتجاه نحو البدء في إعادة الثقة بين الطرفين. وأعتقد بأن هذا الأمر ليس بالعسير على الدولتين. سنفصل في سيناريوهات المستقبل، مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية في سياق حديثنا، ولكن قبل ذلك أستاذ عبد الهادي مزراري أجدد الترحاب بك. ماذا لو أسقطنا من وجهة نظر مغربية 24 أغسطس 1994 من تاريخ البلدين؟ هل كنا سنستشعر فارقا مهما؟ أشكركم على الدعوة ووجه التحية إلى الضيفين الكريمين وإليكم وكذلك إلى سيكون تسطيحا للحجم الخلافي بين الطرفين. سأنتقل إلى الجزائر دكتور توفيق. إذا نظرنا إلى الحالة الروسية الأوكرانية، نجد أن روسيا لم تقطع أبدا خط الغاز الذي يمر عبر غريمتها أوكرانيا نحو أوروبا، على الرغم من أن الحرب الطاحنة بينهما تمول وتزود بالأسلحة من الشركاء الأوروبيين لكييف. لماذا فضلت الجزائر قطع الروابط كلها مع المغرب، وآخر رابط كان ذلك الخط الذي يصل بالغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية؟ دعني فقط أستاذ أحمد أن أشير فقط أن عندما تم الاتفاق على الحصة على أساس أن تكون هناك قراءة لمثقفين ومتابعين للشأن العلاقات الجزائرية المغربية، قراءة نقدية لكل ما حدث. أما العودة لاجترار نفس الخطابات ومحاولة إلصاق التهمة بأن الجزائر هي الفاعل وهي المبادر بالعداء، فأعتقد بأن ذلك يجانب الحقيقة، وخاصة ما تعلق بأساس الحادثة التي اتهمت فيها المملكة المغربية السلطات الجزائرية الأمنية بارتكاب هذه الجريمة. وبالتالي أن تلصق دولة أو تتهم دولة جارة دولة أخرى بأنها تقوم بعمليات إرهابية، فأعتقد بأن هذا ما كان حاصل في ذلك الوقت. والإجراءات الدبلوماسية كما هو معلوم أن تعامل بالمثل. عندما اتهمت المملكة المغربية الجزائر بارتكاب الإرهاب، وبالرغم من ما عانت منه الجزائر من عمليات إرهابية، كان من المتوقع أن تقف
المغرب إلى جانب الجزائر لمساعدتها في أزمتها الأمنية. بالعكس من ذلك، كانت المغرب قاعدة خلفية لكثير من الجماعات الإرهابية، واستضافت كثير من الشخصيات الإرهابية أو العناصر الإرهابية فوق أراضيها. أن محاولة هكذا استرجاع التاريخ فقط بمجرد إلصاق التهمة، فأعتقد بذلك هذا يناقض أساس الحلقة التي كنا اتفقنا على إجرائها. أعتقد بأنه نعم، أن السلطات المغربية ارتكبت خطأ أنها قامت بفرض التأشيرات دون الاتصال بالطرف الجزائري، ومحاولة التحقق من حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، ومحاولة إلصاق التهمة مباشرة من الجزائر هو لما أثار حفيظة الجزائريين وردوا على قرار السلطات المغربية بفرض التأشيرة بغلق الحدود، وكل طرفين أستاذ توفيق قام بإجراءات سيادية في ذلك الوقت. نعم، وضحت فكرتك في هذا الشأن. وضحت، وصلت فكرتك ولم أقاطعك، وقلت وسأعطي المجال للأستاذ عبد الهادي. بالطبع وأنا معك، مجرى غير المجرى التي اتفقنا عليه. أنا كان يمكن منذ البداية أن أبدأ بالمهاجمة، وأعتقد بأن ليس دورنا كمثقفين أن نحاول النبش في الجراح والساق التهمة بالآخر. نحن نريد أن نقيم الوضع للخروج برؤية يمكن أن تعيد العلاقات الجزائرية المغربية إلى ما يطمح إليه الشعبان الشقيقة. دكتور، مهمتي أن أدير وجهات النظر، وليس من مهمتي أن أقيم أكاديمية وجهة النظر لا المتعلقة بشخصك الكريم أو بالزميلين الآخرين. فقط أريد أن أعيد بك إلى صلب النقاش. هل جوهر الخلاف في اعتقادك هو ذلك الحدث الذي نحن بصدد الحديث عنه 24 من عام 1994، أم أن الخلاف أعمق بذلك من كثير؟ وقد أعطيتك مثالا للصراع بين أوكرانيا وروسيا، ولم تقدم أي من الدولتين على الإضرار بشريان الاقتصاد الرابط بينهما. لماذا الخلاف بين المغرب والجزائر وصل إلى هذا الحد، قطع كل الروابط؟ نعم، أجيبك صديقي العزيز أحمد. أعتقد بأن العلاقات الجزائرية المغربية منذ ولادة الدولة الجزائرية ولدت مأزومة بسبب ما حدث في حرب الرمال وما تبعه من استفزازات مغربية من خلال نواياها التوسعية نحو الأراضي الجزائرية. وقد عبر عن كثير من الشخصيات والسياسيين المغاربة ذاتهم حول هذه النوايا وحول الحدود المغربية المزعومة. بالتالي التخوف الجزائري من نوايا التوسعية المغربية كان قائما وجوهرا أساسيا في التنشئة السياسية للقيادة السياسية الجزائرية. لذلك دائما ما كانت تحتاط من هذا الجار الذي دائما ليست لديه نوايا طيبة تجاه الجارة الشرقية. أعتقد بأن المقارنة بين روسيا وأوكرانيا هي مقاربة غير صائبة، نظرا لارتباط روسيا بتمويلها وبأنبوب الغاز العابر نحو أوروبا باعتباره الشريان الأساسي لمواردها المادية. لما نربط نفس الموضوع بالجزائر، أعتقد بأن أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر والمغرب اتجاه إسبانيا لا يشكل قيمة بالنسبة للجانب الجزائري، وبالأكثر من ذلك يشكل عبئا ماليا واقتصاديا للجزائر. كان يمكن أن تضحي الجزائر بهذه الخسائر التي تنجر عن هذا الأنبوب بإبقائه إفاء بالتزاماتها الأخوية تجاه الجارة المغرب. طيب، هذا الالتزام مع أنه العكس هو الصحيح. ما يربط شبكة الأنابيب التي تربط روسيا بأوروبا أوسع بكثير من تلك التي تملكها الجزائر مع أوروبا، وأنبوب روسيا الغرب لا يشكل أهمية تذكر، ولكن والحالة تشابه الوضع بين المغرب والجزائر، لأن أوكرانيا تربطها بروسيا علاقات تاريخية ولغوية وثقافية وما إلى ذلك. دعني أسمع وجهة نظر الأستاذ عبد الهادي مزراري فيما أشرت إليه أولا، وفي احتجاجك على مقاربته في جوابه الأول. تفضل أستاذ عبد الهادي. أولا، أنا لم أقم بأي تهجم على